السلام عليكم خوتاتي كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. رجعنا لكم بهاد العواشر المباركه باش نقدموا لكم واحد الحلوه اللي كتجي جديده بزاف وبطريقه سهله، واللي هي البقلاوه بطريقه مغربيه. فبقوا معنا باش تعرفوا المكونات والتفاصيل الوصفه. فهنا غنحتاجوا 500 غرام ديال كاوكاو اللي كيكون لينا سبقنا حمرناه يعني بلا قشورو، وغنزيدو عليه 1 ملعقة د السكر. وهنا غنطحنو الكاوكاو ديالنا، يعني ماشي تتولي لينا عجينة وتلقينا ديك الزيت، غير شوية. وغنضيفو ليها 100 غرام د الزبدة. حنا غنخلطو المكونات مع بعضياتهم مزيان تيتجانشو ويولي لينا على شكل عجين. فهنا الحشوة جاهزة، غندوزو لطريقة تحضير العجين. في إناء غنحتاجو 250 غرام د الطحين فرص د الحلويات، وغنضيفو ليه 70 غرام د الزبدة، شوية د الملحة، و100 غرام د السكر كلاصي. وهنا غنخلطوا العجينه ديالنا بربع كاس د الماء الزهر. فهنا هاد الماء الزهر فيه غنخلطوه، يعني بغا نجمعوا العجينه ديالنا وفي نفس الوقت هي اللي غتعطينا واحد النسمه زوينه للعجين. فهنا كنعجنوها غير بيدينا، هاكي كيجي يعني القوام ديالها. وهنا غنخليوها ترتاح لمدة 15 دقيقة. هنا من بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا فهنا العجينة كتجي قاصحة شوية، يعني كتكون شادة راسها. فنقسموا العجينة على جوج، وغنطلقوها يعني بالميدلاك. وهنا غنطلقوها مزيان بالميدلاك ديالنا، يعني تجي على شكل مستطيل اولا على الشكل الصينية ديالكم اللي غتخدموها فيه. فهنا من بعد ما طلقناها مزيان غنديروها في الصينيه وغنحيدو لها داك الاطراف باش تجي مقاده لينا. وهنا غنبداو نسرحو عليها الحشوه اللي سبق لينا جهزناها. فهنا غنبداو نسرحوها تجي طبقة وحدة على العجين. فهاك كي كتجي من بعد ما سرحناها على كاع العجين ديالنا، النص الاخر يعني غنطلقوه حتى هو بنفس الطريقة، وبيه غنغطيو الحشوة ديالنا. فهنا غنبداو نغطيو الحشوة بالعجين. وهنا غنبداو نحيدو دوك الزوائد العجين باش تجي مقاده لينا مع الاطراف. وهنا غنبداو نقطعوها على شكل مربعات، فهو هذا الشكل المعروف ديال البقلاوه. فهنا ما كتكونش يعني كبيره بزاف، كيبقى على حسب الرغبه. فهنا نقطعوها على شكل متساوي، مربعات متوسطه الحجم.
فهنا غندوزو مرحلة التزيين البقلاوة ديالنا. فهنا كناخدو حبات ديال الكوكب اللي سبق لينا حمصناهم وغنزوقو به. فهنا كيبقى يعني على حسب الرغبة، ممكن انكم تزينوا بكاوكاو ولا اللوز، فهنا يعني كيبقى لكم الاختيار. فانا غندوزو عليهم كاملين تتساليو الصينيه ديالنا كامله. وهنا من بعد ما سالينا التزيين غندخلوها للفران اللي سبق لينا سخناه، وغنشعلو ليها يعني من الفوق ومن التحت. طيب لينا يعني ما تحمرش بزاف. ها كي كتجي من بعد ما خرجناها من الفران يعني كتكون باقا سخونه، وكنضيفوا عليها يعني دابا كي كتكون هكاك سخونه كنسقيوها بالعسل. فهنا ضروري بما انها تكون سخونه باش تشرب لينا داك العسل. الا خليناها حتى بردات عاد سقيناها بالعسل فيعني ما غتشربش لينا داك العسل وغتبقى ناشفه من الداخل. وهنا من بعد ما حسينا باللي صافي شربات العسل كنقطعوها وكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي بنينه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. فشكرا للمتابعه ديالكم للفيديو، ما تبخلوش علينا بجيم والاشتراك في القناه باش يوصل لكم كل جديد. الفيديو القادم ان شاء الله.